بيان إلى الرأي العام. في 12 من آذار في مثل هذا اليوم تمر الذكرى السنوية 17 لانتفاضة قامشلو، ولم تمل من عزيمة شعبنا عمليات القتل والاعتقالات التي طالت الآلاف من أبناء شعبنا، وكذلك عمليات التخريب والنهب والسرقة لممتلكات الكرد التي أقدم بعض ضعفاء النفوس بتحريض من الأجهزة الأمنية وجميع عواصم العالم في مشهد تلاحمي قل نظيره في تاريخ سوريا. وقد نجح شعبنا في كسر حاجز الخوف الذي كان قد زرعه النظام البعثي القمعي في نفوس جميع السوريين، حيث تعتبر انتفاضة 12 من آذار الحجر الأساس والمتين للثورة الديمقراطية المجتمعية في سوريا، وأساسا مهما لثورة شمال وشرق سوريا التي هي اليوم مثال نوعي للتغيير في سوريا. كما أن مشروع وحدة المكونات وتماسكها نتاج للوعي الذي تحلى به شعبنا وأفشل محاولات الفتنة التي خلقها من قبل السلطة الأمنية في 2004 ولا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. أن الإدانة الذاتية بمشروع الأمة الديمقراطية والتي يشارك فيها جميع ممثلي المكونات السورية من الكرد والعرب والسريان والآشور والتركمان والأرمن والشيشان في محاربة المنظمات المتطرفة والمرتزقة وإلحاق الهزيمة بها، بحيث يتم رؤية سوريا بأنها تمر في تغيير حقيقي والانفتاح التام على الحوار مع الإدارة الذاتية، واعتبار حل القضية الكردية جزءا مهما في الحل العام في سوريا المفضي إلى الاستقرار لبناء سوريا ديمقراطية تشاركية تعددية لا مركزية. أخي أم ترى أي شيء